صباح الخير، ازيكم؟ فيديو النهارده هيكون يعتبر كده الفيديو اللي انا عايزه ارجع نفسي بيه للمذاكره، وعايزه ارجعكم انتوا كمان، لان اكيد عارفين ان معظمنا من بعد اجازه العيد واحنا حرفيا انا بقالي يعتبر 3 او 4 ايام ما فتحتش كتاب، وحتى قبلها كان عندي دور برد، فاللي هو ما كنتش بذاكر كويس، فالموضوع بايظ خالص. فعايزين في الفيديو ده مع بعض بقى نتشجع كده ونقوم نذاكر. يعني انا دلوقتي صاحيه بدري، وعلى فكره اعتقد انتم ملاحظين من صوتي شويه ان انا كنت تعبانه، بس الحمد لله أنا دلوقتي بقيت كويسه. وان شاء الله بقى في الفيديو ده هنذاكر مع بعض ونشجع بعض كده. فعايزاكم برضو لو انتوا مثلا اي حاجه كانت بتراكم عليكم او وراكم مذاكره او اي حاجه، حتى ممكن تتفرجوا على الفيديو بعدين تقوموا تعملوا الحاجات دي عشان يشجعكم، او حتى ممكن تجيبوا الحاجات دي وتعملوها معايا وانتوا بتتفرجوا على الفيديو، لان انا عايزه الفيديو ده يكون كده بيشجعكم وبيديكم طاقه ايجابيه وبيحمسكم وانتوا تذاكروا، واي حاجه عامه. المهم ان الفيديو يكون كويس، انا حاسه ان انا عندي طاقه كده عايزه اطلعها، فان شاء الله الطاقه دي توصل لكم، وان شاء الله الفيديو يعجبكم. فبس كده من غير ما اطول عليكم، يلا بينا نبدا. اول حاجه عملتها ان انا جبت ورقه وقلم وابتديت اكتب الحاجات اللي انا عايزه اعملها، لان انا اصلا ما كنتش لسه محدده انا محتاجه اذاكر ايه، وكمان كنت حاسه ان الدنيا مش مترتبه شويه، فكنت عايزه بقى ابتدي احدد الحاجات اللي انا عايزه اعملها عشان امشي بطريقه منظمه، ودي خطوه مهمه جدا لو احنا مش عارفين احنا هنذاكر ايه. يعني ببتدي افكر كده في كل المواد اللي عندي، ايه مثلا ماده ما ذاكرتهاش من زمان، او ماده فيها واجب، او ماده فيها حاجه محتاجه تتعمل. المهم ببتدي ادور الموضوع في دماغي كده، واي حاجه طبعا بكتبها محتاجه اعملها، وببتدي برضه اشوف الاولويات واشوف ايه هي الحاجات اللي محتاجه تتعمل الاول ومحتاجه تتعمل اسرع. وبعد كده قطعت الورقه وعلقتها قدامي بقى عشان تفضل قدامي وانا بذاكر، وكل ما اخلص حاجه اعلم عليها. ودلوقتي زي ما شفتوا اول حاجه هبتدي بيها هي الفيزياء، عشان الواحد لسه صاحي كده فدماغه لسه رايقه فيقدر يركز في الفيزياء، وكمان انا ما كنتش حليت بقى لي فتره امتحانات فيزياء، فقلت بقى لا هي اهم حاجه، وزي ما قلنا نرتب الاولويات، فاديتها الاولويه ان هي تتحل الاول، والحمد لله حليت كويس، فكانت بدايه مبشره. يعني انا بصراحه كنت خايفه ان انا مثلا لما ارجع احل او اذاكر تاني ان انا اكون ناسي حاجه او كده، بس الحمد لله لا. يعني الواحد ما يفكرش ان هو طالما خد بريك كام يوم او ما ذاكرش كام يوم عامه ان هو هيرجع هيلاقي نفسه ناسي الدنيا، لا. يعني ممكن شويه حاجات تكون وقعت منك بس عادي، هنبتدي احنا نذاكرها ونفتكرها تاني، وهنلاقي نفسنا فاكرين حاجات كتير ولا كأن حاجه حصلت. وهنا بقى اسيبكم مع كام دقيقه كده من فيديو ليا وانا بذاكر. انا عارفه ان في ناس بتحب تتفرج على الحاجات دي عشان بتشجعها على المذاكره، فعامه لو انتوا مش حابين تشوفوا الجزء ده هكتب لكم الدقيقه اللي تقدروا تجروا لها عشان تشوفوا باقي الفيديو. وكمان لو حابين تشوفوا فيديو فيه نصايح اكتر عن ازاي نذاكر فيزياء وكده، وازاي انا قدرت الحمد لله اقفلها في الترم الاول، الفيديو كامل موجود على القناة، هحطه لكم في الديسكريبشن بوكس وهيظهر لكم دلوقتي على الشاشة، فلو حابين تشوفوا اكتر تقدروا تشوفوه. يا راكبا في رحلة الحياة لا تظن أنها قصيرة مذهلة، فكم من راكب أراد وجهة لينتهي به الطريق مقفلا. هي الحياة لعبة قانونها الفوز ليس بالوصول أولا بل بالوقوع، والوقوع فرصة للحلم أن يقيس العزم سائلا استسلم مكملا. فاستمر لأنها الحياة تترترى. فاستمر حينا جميلا وحينا غادرا. على الطريق سوف تلقى صحبة فاحذر. وهنا انا خلصت مذاكرة الفيزياء، وطبعا كنت فرحانة جدا يعني ان انا حليت الحمد لله في وقت كويس، وكمان حسيت ان انا ما تعبتش وانا بحل يعني. وبعد كده عملت طبعا علمت صح على الفيزياء، واخدت بريك شوية عشان ادخل على المادة اللي بعدها، وكمان عدلت لغيت التاريخ وحطيت مكانه عربي، لان كان عندي افتكرت ان انا عندي حل عربي مهم، فتخليت عن التاريخ شوية وقلت نحط مكان العربي اهم. كان عندي في العربي حل نحو، فابتديت بقى ان انا احل عادي. العربي يعتبر احنا بقى بالنسبة لنا اسهل حاجة هي النحو، يعني احنا زمان مثلا في اعدادي او كده كان بالنسبة لنا النحو هو اللي بيعمل لنا مشكلة اصلا،
بقى دلوقتي النحو في العربي هو اسهل حاجه يعتبر. يعني لو اي حد متوافق مع رايي ده يكتب لي في الكومنتس، لانه حرفيا انا سالت صحابي وكل الناس اللي حواليا فعلا قالوا لي ان النحو يعتبر هو اكتر حاجه لذيذه معانا دلوقتي في المرحله الثانويه عامه. يعني كل الناس بتقول كده، لان النحو حاجه يعني قاعده وبنطبقها عامه. لكن مثلا باقي المواد التانية او باقي الحاجات التانية بقت متحررة، فالواحد بقى محتاج مهارات تانية من بره اكتر من المذاكرة واكتر من القواعد بتاعة النحو وكده. فقولوا لي انتوا برضو رأيكم في موضوع زي ده. وهنا انا كنت عمالة بحل، فاللي هو انتوا شايفين اصلا الموضوع لذيذ الحمد لله، المنهج بتاعنا لذيذ. فالواحد بيقدر بمجرد ما بيقرا الجملة بيفهم الحمد لله. فطمنوني عليكم برضو، قولوا لي في الكومنتس انتوا عاملين ايه، ومثلا المواد ماشية معاكم ازاي، ايه اكتر حاجة مثلا مستصعبينها في المناهج، ايه اكتر حاجة سهلة ولذيذة معاكم برضو. فاستمر فاستمر، لأنها الحياة تترترى. فاستمر فاستمر، حينا جميلا وحينا غادرا. على الطريق سوف تلقى صحبة، فاحذر فليس كلهم بصاحبي، والحب أيضا فيه يبدو غائبا، لكنه خلف الستار يختبي. فخذ للخلف خطوة ترى بها، ثم اخطو ألفا للجمال الغائب، واختر ما بين أن تكون صامدا أو حبة في لوح كيرب أبي. لك الخيار صاحبي، فاستمر فاستمر، لأنها الحياة تترترى. فاستمر. وهنا انا خلصت حل العربي. بصراحة كان عندي حل كتير بس الحمد لله خلصته، وجريت بقى عملت صح على الحل عشان الموضوع ده بيحسسني ان انا انجزت قوي بصراحة. وهنا بصراحة انا كنت جبت اخري، يعني حرفيا كنت قاعدة ببص للتو دو ليست اللي انا عاملاها، ولقيت ان انا لسه ورايا مادتين، والمادتين مش حاجات هينة. بس المهم قمت واتشجعت تاني وقلت يلا نكمل. المهم ان انا طبعا خدت بريك برضو حبة حلوين، وبعد كده دخلت على الرياضة. كان عندي المفروض كنت عايزة انا احل امتحان رياضة برضو، لان الرياضة الحمد لله خلصت فيها منهج، فعايزة ابتدي بقى ان انا اركز على حل الامتحانات عشان الحق ان شاء الله اخلص الامتحانات اللي موجودة قبل ميعاد الامتحان، لان الرياضة زي ما انتوا عارفين محتاجة حل كتير وكده. المهم يعني فابتديت ان انا احل واحدة واحدة، بس هتعرفوا في اخر الفيديو بقى انا عملت ايه. وبالمناسبة برضو عايزة اقول رسالة لزمايلي بتوع اولى ثانوي، اللي هم برضو الرياضة عاملة لمعظمهم مشكلة شوية. هي الرياضة عامة منهجنا سهل والله، بس الفكرة ان هو طويل فالواحد طول فيه. فاللي هو انت تيجي تلم مثلا الهندسة تلاقيك نسيت حساب المثلثات، تيجي تلم الجبر تلاقيك نسيت الهندسة اللي انت كنت لسه لممها من اسبوع. فالفكرة ان المنهج كبير شوية، فالواحد مش عارف يلمه مرة واحدة، وفي شوية حاجات بتقع منه، والواحد مش عارف يعني مش عارف يظبط الدنيا قوي. بس انا قلت بقى من كتر الحل الدنيا هتيجي وان شاء الله الموضوع هيتلم وكده، فما تقلقوش يعني ان شاء الله خير. والمنهج سهل والله، هو الفكرة ان هو كتير بس سهل. فهي ده الموضوع، هو ده اللي موازن الموضوع شوية، ان احنا مع انه كبير بس سهل يعني نعرف ان احنا نمشي فيه. وكمان افكاره مش كتير، يعني هم درسين 3 مثلا في المنهج كله حرفيا اللي بيتلعب فيهم افكار. لكن المنهج معظمه مثلا قانون وبنعوض فيه، مش عارف حاجات تافهة، الكلام ده كله حاجات سهلة. يعني يعتبر الجبر معظمه حاجات سهلة، حساب المثلثات برضو مش اصعب حاجة. هي الفكرة كلها في الهندسة اللي ممكن يكون فيها لخبطة. المهم يعني انا عايزة اطمنكم واقول لكم ان الموضوع سهل والله، ما تقلقوش وان شاء الله خير يعني. وفي عز ما انا بذاكر لقيت اختي داخله عليا بالطبق ده، حرفيا انا اصلا اتبسطت لان انا كنت بدات افقد طاقتي. فاتبسطت يعني لقيتها عامله لي ساندوتش كده جميل، فطبعا سبت المذاكره وقعدت اكله، كان طعمه جميل قوي فتسلم ايدها. وبعد كده بعد ما خلصته بقى رجعت تاني للمذاكره. بس بصراحة البريك فادني جدا، والاكل كمان خلاني اركز اكتر واتبسطت وكده.
فالموضوع كان لذيذ قوي، وقعدت اذاكر تاني مع ان انا بصراحه كنت بدات افصل، لان انا لا كنت حاسه ان انا فقدت طاقتي خلاص يعني في كميه الحاجات اللي انا عملتها في الاول. لانه مش مجرد الكام دقيقه اللي انتوا بتشوفوهم دول، انا بقعد اذاكر واحل حاجات كتير، والموضوع خد مني وقت كتير، خد مني ساعات. فخلاص ابتديت ان انا خلاص اتعب بقى وافقد طاقتي، فعايزه اخد بريك طويل بقى، اللي هو خلاص كفايه بقى دلوقتي، ممكن نبقى نذاكر تاني بالليل. وده اللي انا عملته يعني، هتشوفه دلوقتي. وهنا بقى حرفيا يعني انا ذاكرت كمان بعد الوقت ده بشويه، وبعد كده خلاص يعني جبت اخري بقى، فقلت كفايه. عشان كمان انا بحل رياضه، فمحتاجه دماغ تكون شغاله معايا، فخلاص قفلت بقى. فقلت كويس كده تمام، وبرضو ما حسيتش ان انا مقصره، يعني انا عملت حاجات برضو. وبس كده انا كده خلصت مذاكره. يعني انا ما خلصتش كل المواد اللي انا كنت عايزه اذاكرها النهارده، بس كويس ان انا ذاكرت، خلصت حاجات كتير قوي دلوقتي. يعتبر انا بقالي اكتر من ساعتين ونص بذاكر متقطع طبعا، بس الحمد لله عملت حاجات كتير. خلصت، كان عندي حل مثلا حاجات عايزه احلها، كان عندي واجب حتى في الدرس بتاع العربي ده اصلا كان واجب. فحاجات كتير عملتها، وحاسه ان انا اجزت الحمد لله. والرياضه برضو حليت فيها، وهقعد اكمل تاني بالليل. وكمان لسه عندي حل الانجليزي اللي انا قلت عليه، ممكن كمان لو كان عندي طاقه احل حاجات اكتر ان شاء الله. بس انا مبسوطه من نفسي ان انا رجعت اذاكر تاني، لان انا بقول له حرفيا كان بقالي كام يوم ما بذاكرش خالص، عشان الواحد واخد اجازه العيد وكده. المهم يعني يا رب تكونوا استمتعتوا بالفيديو. لو وصلتوا للجزء ده من الفيديو فانزلوا بقى املوا الكومنتس، يعني قلوب لونها ابيض، عشان انا بحب اللون ده قوي، بحب القلوب اللي لونها ابيض. فالمهم يعني الناس بقى اللي هم متابعين الاوفياء اللي بيشوفوا الفيديوهات للاخر، هعرفكم لما تنزلوا تكتبوا في الكومنتس بقى قلوب بيضه كتير. وبس كده، اشوفكم في فيديوهات جايه، مع السلامه.